أنا مغروم بالحيوانات من اللي صغير، وأكثر حيوانات عندك الشانس إنك تراهم وأنت تعيش في المدينة هما الليزانسيكت، خاطرهم موجودين بارتو في كل وقت، وساعة ساعة يدخلوا لك للدار. دونك أكثر حاجة أبوردابل هي ليزانسيكت، وكي حليت عليهم الكتاب عرفت اللي هما معناها كائن حي على اثنين، سي ان انسيكت. معناها اليوم ثم 2 ملايين كائن حي ديكري، مليون حشرات. نعشقها، واللي ما يعشقهاش ما يعرفهاش. نعشق هواها وسماها وبحرها وجبالها وصحاريها. هالتنوع في المناظر الطبيعية يخلي تونس موطن لآلاف الكائنات الحية. يكفي انك تحس باللي داير بيك تو تشوف قديش فما كائنات تسعى باش تتقاسم معاك الحياة على هالأرض. نحب نحكي شوية على تاريخ الإيكولوجيا في تونس. في رأيي هي ديسبلين ماهيش قديمة برشا. ثم بلدان في العالم اللي عندهم تاريخ في المادة هذه ولا الدومين هذا، بلدان كيف ما أمريكا، كيف ما نيوزيلاند، كيف ما أستراليا، كيف ما لانجلتير، اللي تاريخهم يرجع حتى لل 1850 و20 مع داروين وولاس وغيره. مثلا الجامعة اللي قريت فيها أنا في أمريكا، التاريخ ديبارتمون متاع الوايلد لايف ايكولوجي متاعهم يرجع ل 1840. لكن في تونس تاريخ الدومين هذا أجد برشا. وفي رأيي معناها البدايات نتاعو بروبرمون الفوندامنتال نتاعو بدا مع بروفيسور سعيد النويرة، اللي هو كان أول إربيتولوج في تونس. أول إنسان، الإربيتولوجي هي علم الزواحف، وكان هو أول إنسان يهتم للعلم هذا. كي كمل الباركور متاع القراية متاعو إلى فوندي معناها الماستر متاع الإيكولوجي، وشد الديريكسيون متاعها بور دي زاني. إلى فورمي لا ماجوريتي دي بروفيسور اليوم يقريو في لي ماتير هذوما. جنوم منهم مدام كريمة نصري، صلاح الدين السالمي، لميا مديني وغيره، اللي هما خذاو كيف ما نقولوا المشعل عليه باش ينجموا ينشروا السيونس هذه في تونس. انا جيتي باغمي العباد الشانسو اللي عمل لي ريشيرش نتاعو مع بروفيسور سعيد النويرة. هذوما الحشرات وما فما برشا انواع، لكن هذه خاصه بهذه نبته الزيتة عندنا في تونس، يسميوهم دي زانسيكت جاليكول، يعيشوا في الجال كما نقولوا كافرنيكول، يعيش في كافير. هذوما جاليكول استدير يعيشوا كان في وسط الكعابر هذوما اللي قال. ونسميهم زادا جاليجين. سي لا جينيز هما كي provoque la formation de la gale. La genèse de la gale est liée à la piqûre de l'insecte est liée à la réaction donc de la plante au parasitisme. وهذه في نظرية التطور هي سموها كو-إيفولوشن، تطور ما بين زوز أنواع نبتة وحيوان اللي هما بعاد على بعضهم، لكن بشوية بشوية تأقلموا مع بعضهم. واحدة ما تنجم تبيض كان في وسط النبتة هذه، والنبتة ما تنجم تكون القال متاعها إلا ما ترشق فيها الحشرة البيضة متاعها. ستينو كو-إيفولوشن. والكو-إيفولوشن وقت اللي تبدأ زوز أنواع بشوية بشوية بالوقت يوليوا مربوطين ببعضهم وما تنجموا كان يعيشوا مع بعضهم.
هذا يتطلب ايفيدامون ملايين من السنين باش نوصلوا للنتيجه هذه، انه الحشرات تلمو العدد نتاعها كبير على الارض. 80% من الكائنات الحيه راهم حشرات، والحشرات اكتسحوا الارض بصفه مهوله، بصفه غريبه، يعيشوا في كل المناطق وفي كل البيئات وفي كل الاماكن، ويتغذوا على كل الانواع، نباتات وحيوانات وغيرها. من الكثره نتاعهم هو سيت اون سورت دو كونكورونس دو كومبيتيسيون، فهمت؟ تنافس ما بين الحشرات، كل واحد يلقى ثنيه، يلزم يلقى حل، فهمت؟ الا ما يلقاش حل في حاجه اخرى يلقى ثنيه اخرى، فهمت؟ باش تتكاثر الانواع وباش النوع يكون موجود. دونك الحيوانات هذه لقات الحل هذا اللي هما يسميهم دي فيتوفاج، ماهوش دي زربيفور ياكلوا الحشيش، من فيتوفاج يعيشوا على النبته يلزمهم، والحل انهم يعيشوا في وسطها، والنبته عندها الامكانيه هذه نتاع ان تصنع البوش، كعبة العفص وكالكو سورت. كعبة العفص هو نفس الشيء، لكن نتاع نبتة جايتنا من ايران ربما ومن افغانستان، واحد نستعملوها، التوانسه الكل يعرفوا كعبة العفص ويستعملوها وكذا، وديما تلقاها اون بول بدوره كعبوره شايحه، وديما فيها هكا تروك النقبه الصغيره اللي خرج منها الحشر. بقى كعبة العفص تجينا من برا اخرى، واحنا عندنا في تونس هالعفص هذايا اللي موجود في الزيته، فهمت؟ ان بو ان كا étrange spécial mais très magnifique dans la nature. مش لازم تبعد بعيد باش تشوف التنوع البيولوجي. ساعات في قلب المدينة وسط الجوجمة والحس الحياة البرية تلقى ثنية. سبخة السجومي اللي متواجدة في قلب تونس الكبرى واحدة من المناطق الطبيعية المهمة للتنوع البيولوجي، خاصة إنها كل عام تستقطب آلاف الطيور. أول حاجة هي مصنفة رمسار من 2007. دونك رمسار هي اتفاقية تحمي المناطق الرطبة، مفروض تونس مصحة عليها، ومادام صحت معناها أنها متعهدة أنها تحميها. شأنها شأن إشكل، خاطر إشكل كما نعرفوا هي أول سيت رمسار تصنف في تونس الكل. هي منطقة مهمة للطيور، معناها عندها تصنيف آخر، منطقة مهمة للطيور. فيها أكثر من 200 نوع متاع طائر، فيها آلاف من الطيور تجي في موسم الهجرة. نعرف اللي عندنا 2 مواسم هجرة، في جانفي صاب خاطرها الكلها معبية بالعصافر. أكثر في التعداد اللي تعملوا جمعية أحباء الطيور كل سنة يوم 14 جانفي نجم نوصلوا حتى لأكثر من 200 ألف طائر لهنا. في العوام الأخرى فيهم طيور اللي هما مهددين عالميا، واللي هما مصنفين في الليست روج، معناها في القائمة الحمراء اليوسال، كما مثلا فما البط أبيض الرأس ريسماتور تيت بلانش، اللي هو معناه اسبيس اون دونجي على شيل مونديال. نجم حتى نوريه لكم، معناها موجود عندي في الحقيبة هذيا، فهمت؟ هذا اللي ريسماتور تيت بلانش اللي هو عصفور معناها موجود لهنا، واللي دغنيغمون في العوام الاخرى لقينا انه يعشش في السجومي، معناها لو فات انه هو طائر مهدد بالانقراض ولا عنده اون بوبولاسيون اللي تعيش وتعشش لهنا، حاجه باهيه. حسبنا معناها اعداد قليله لكن مهمه نتاع الطائر هذا، حاجه باهيه. فما برشا انواع اخرى زاد مهدده بالانقراض. فما الصرصال المغبري لهنا موجوده. فما لي تيب دو كانار اللي تعرفون كان اكثر بوبولاسيون موجوده نتاع عصافر تاع دي كانار هي الكانار سوشي. دونك الكانار سوشي معناها اللي ولا كومان في صفقه السجومي، شوفوه بالالاف. فما زاد طيور صغيره كيما لي ميكول ما نجموش نشوفوهم لهنا، اما خاطر الماء منخفض من الشيره الاخرى نشوف معناها اكثر من 10 ولا 15 نوع نتاع لي ميكول اللي هما عصافر صغار يعيشوا على البور، اما ما تنجمش تفرق من بيناتهم تلمو يتشبهوا لبعض. الالارم اسوني وقتها
يقالوا معناها راهو فما مشروع كبير باش يصير في السبخة يهدف إلى معناها هو مشروع تثمين معناها سبخة السجومي، لكن مش كان التنظيف والقدين والكل. فما ردم نتاع 700 هكتار من السبخة بجهود نتاع 6 سنين. الحقيقة فما تغيرات صارت في ليتود دامباكت، فما حاجات صارت. النقائص ميم حطينا لهم فيها ليست، ها وشنو اللي ينقص شو ينقص في الدراسة نتاعكم. حاولنا الحقيقة نقربوا التصوير اللي احنا نحبوها، اللي احنا قلنا مش ضد التنمية، ولكن التنمية تاخذ بعين الاعتبار خصائص المنطقة الرطبة. مولود أنا في المنطقة اللي هنا، دونك عندي علاقة وطيدة بالحديقة الوطنية في إشكل. دونك كونت العلاقة هذه من الصغر، من بداية الطفولة الأولى 5 6 سنوات، بحكم عندي يعني عائلة في إشكل أقارب، كان ثمك التواصل وتبادل الزيارات، خلى أنه ثم علاقة خاصة وعلاقة معناها وطيدة بتخليني نقارن بين إشكل الصورة اللي ترسخت واللي تنقشت يعني في الذاكرة متاعي في الطفولة، وبين إشكل اللي نشوفه فيه اليوم. التراث العالمي جزء لا يتجزأ منه هو الإنسان. ثم تقاليد تبنيت على حول الجبل في علاقة بالنشاط الإنساني، في الحمامات، أنا نذكر مش نقطة صغيرة، لكن بين التقاليد هذه كانت مربوطة بالسلحفاة المائية. يعني الفكرون تاع الماء، ثم عيون نتاع ماء تجري قبل وقت كان قبل بالطبيعة نحكيو لهنا ما نحبش نسبق الأحداث، وقت كان مستوى الماء تاع البحيرة كافي ما ثماش سدود، كانت العيون تمشي مليح والحمامات الماء يمشي مليح، الديبين تاع الماء معناها التدفق نتاع الماء كان كبير، كان ثم عيون نتاع ماء تعيش فيها السلاحف. كانوا نساء يمشوا مش باش يتباركوا، لكن باش يلوجوا على الامل ان النساء اللي ما تجيبش تمشي للسلحفات وتقول يا امك دارب اعطيني باش نحارب. يعني باش نحارب ايش معنى؟ اعطيني الذريه، اعطيني الصغار. يقولوا كان جتها الفكرونه راهي باش تجيب صغير، كان ما جتهاش راهي ما باش تجيب. كانت عديد العادات وعلى التقاليد مبنيه، شوف العلاقه بين الانسان وبين الطبيعه كيفاش تتبنى بين المراه الريفيه بالطبيعه، الى جانب بقيه الانشطه الفلاحيه كما جمعان الزيتون والكبار اللي هو زاد عنصر من العناصر الموجوده في اشكل. اليوم انا نمشي المنى تاعي تعرض نحي من جبال اشكل. اشكل هي جاي موجوده في شمال افريقيا، في تونس، في قمه شمال افريقيا. ونعرفوا نحن الطيور المشتيه اللي تجينا من اوروبا تجي عبر 3 مسارات، هما مضيق جبل طارق، المغرب والجزائر وغيره. احنا تونس جينا عن طريق مضيق صقليه، دوك الكورس صقليه، الهواريه، تونس الشمال من هنا جينا عن طريق زاد راس جبل بعد خطوط الهجره من هنا، والخط الهجره الاخر اللي هو يمشي لاسيا ومصر لوطا عبر مضيق البوسفور تركي. هل الطيور اللي جينا المشتيه جينا لسبب، وانه في الشتاء عندنا نحن الشتاء تاعنا معتدل، وفي اوروبا كانت البحيرات معنا حتى اليوم تتجمد، كان الشتاء بارد برشا تتجمد البحيرات، العصافر ما عادش تلقى مرعى، دونك تجينا هنا تعدي الشتاء من نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري، اخر فيفري تبدا رحله العوده لاوروبا. الحاجه الثانيه الخاصيه اللي كانت عند في اشكل هي الموارد اللي فيها، موارد طبيعيه. البحيره فيها برشا انواع من الاسماك، عديد الطيور، برشا انواع، دوك ثم حركيه كبيره ياسر، ثم تفاعل كبير في مكونات الطبيعيه، معناها المشهد الطبيعي كان ثري برشا. علاش نقول كان نستعمل في كان على خاطر برشا حاجات تبدلوا. اليوم
أكثر من أي وقت آخر التنوع البيولوجي مهدد بآثار تغيير المناخ والأنشطة البشرية. هذا علاش لازم نعزو مجهوداتنا في دراسة وحماية المناطق الطبيعية. هو كي أسسنا الجمعية التونسية للحياة البرية 2018 كان الهدف متاعنا أنه كما قلت لك نخدموا على المنظومات البيئية بالكومبوزونت متاعها الكل. يعني نخدموا على عناكب، نخدموا على الحشرات، نخدموا على الثدييات، نخدموا على الزواحف، نخدموا على الطيور، نخدموا على الكائنات الكل. وكان ديما عنا المشكلة متاع الكائنات اللي نعيطوا لهم اللوست سبيشيز، معناها الأنواع اللي عنا في تونس نعرفوا اللي هما موجودين لكن ما تصوروش ولا ما نعرفوش وين موجودين بالضبط، ولا عندهم 20-30 سنة ما تراوش، خاطر الكائنات هذوكم عندهم أهمية كبيرة في المنظومة البيئية، يتسموا دي اسبيس كلي دو فوت. ايش معناها؟ معناها كي تنحي الأنواع هذوما باش يصير خلل في المنظومة البيئية الكل، ينجم حتى يوصل انه المجرى متاع الواد كان يمشي من بلاصه يولي يمشي من بلاصه اخرى، وذا بعد معناها في الاخر ينجم حتى يؤدي الفيضانات، يؤدي الانجراف، يؤدي المشاكل الكبيره برشا. واحده من الانواع هذه هي ثعلب الماء اللوتر. نلقاو جثه عام 2019، والجثه هذيك صورناها وكانت أول توثيق فوتوغرافي للثعلب الماء في تونس. برشا سدود تعملت في التسعينات، برشا أودية كانت موجودة ما عادش موجودة ولا تصب في براجات، يعني تغيرت شكل المناطق الرطبة اللي تعيش عليهم اللوتر هذايا ثعلب الماء، وما عادش نعرفوا وين موجودة. هذاك علاش من 2019 أول ما لقينا الجثة هذه حاولنا أنه نخدموا عليها، خاطر الثعلب الماء هذه كي تحميه هو تنجم تحمي المنطقة الرطبة الكل. الثعلب الماء هذا ما يعيش في واد كان ما يبدأ نظيف، لازم ياكل أنواع معينة متاع كائنات حية في الواد هذايا، أنواع متاع حوت، أنواع متاع كراب اللي يعيش في الأودية، أنواع متاع برمائيات. وما يكون موجود في واد كان الواد الكاليتي متاعه تكون باهي وما فيش برشا حركة، ما فيش برشا قلق، وخاصة زادة ما فيش برشا مصيد. هذاك علاش نلقاوه كان في وديان اللي ما فيش برشا حركة، وقعدنا نلوجوا عليه ثعلب الماء هذا. كل مرة نجيو باش نصوروه، يا اما ساعات ما نصوروه جملة، يا اما يظهر لنا خيال في الكاميرا. واخر مرة في سجنان مكنا معناها في مشروع مع الصندوق العالمي للطبيعة WWF انه نصوروه بالكاميرا كامل وقاعد ياكل، وعرفنا اللي هو مازال موجود معناها في المنطقة هذيك، وحتى بأعداد اللي ما كناش نتخيلوها. للأسف يمكن نجم نقول أنه الأكسي للتكنولوجي في مجال الحماية متاع التنوع البيئي والمنظمات البيئية نادر ولا ضئيل جدا، على خاطر العديد من التكنولوجيات هذوما ينجموا في منظور بعض الأشخاص إنهم ينجموا إنهم يتسببوا في مشاكل متاع بتاتر سيكوريتي ولا غيره. دونك ماهوش سهل اليوم إنك يبدأ عندك كاميرا تراب في تونس، ماهوش سهل إنك تسجل أصوات في المنظومات البيئية، ماهوش سهل باركزامبل إنك تستعمل الدرون بوخ لكونتاج متاع الطيور، ولا تستعمل الدرون باش تتبع الحرائق في المنظومات البيئية. هذوما حاجات معناها اللي يسهلوا ويحسنوا في الكاليتي متاع الانفورماسيون، ولكن أنا في رأيي اليوم في تونس لاكسي ليهم مازال صعيب شوي، اللي هي حاجة نتفهمها، ولكن في نفس الوقت حاجة اللي لازمها توضح، خاطر ليزيفور انه انساني باش يعملوا في تونس باش يعمل الريشيرش نتاعو ولا الدكتوراه نتاعو اللي تنجم تشد له سنين
ولا بور كونكتي دي دوني اللي مربوطه بدي سيزون معينين، وهو ما ينجمش يكون بارتو، ما ينجمش يمشي للجنوب والشمال باش يتبع لي زيسبيس هذوما. في مناطق اخرين لي زيتيديون ينجموا فاسيلمون يحط كاميرا منا، انريجستر دو سون منا، يتبع لي زانفورماسيون نتاعو و ميم طون معناها اوبتيميز لي زيفور. دونك هذوما حاجات اللي لازمنا نركزوا عليهم. واستعمال التكنولوجيا هي بالعكس حاجة تنجم حتى احنا كدولة تنجم تحسن لنا في معرفتنا على المنظومات البيئية نتاعنا. اخترت اني نخدم على لي كوليوبتير خنافس، احنا نعيطوا لهم خنافس بالعامية، ما هما سيت ان اوردر اسمه لي كوليوبتير. ثم 300,000 نوع في العالم، معناها احنا قلنا كائن حي على 2 حشرة، اما كائن حي على 6 كوليوبتير. معناها هذا اكثر اوردر ديفيرسيفيه في العالم نتاع كائنات حيه، وموجود بارتو، نلقاوه معناها من الغابات للصحراء للجزر في الشط في الحومه نتاعك بارتو. معناها لي زيكو سيستيم نتاعهم ولا لي زابيتا نتاعهم ينجموا من شجره طايحه حتى الحجره موجوده في الصحراء. مشيت للغرديمة ومشيت لبير سلطان ومشيت قصر غيلان، مشيت كبسيرات، نلوج على الحشرات هذوما في بيئات معناها مختلفة، وتعرفت على برشا عباد مغرومين معناها يدرسوا على الحشرات هذوما، جاوا لتونس حتى معناها مختصين من برا معناها جاوا لتونس، وتعلمت سور تيران كيفاش تلقاهم، وين تلقاهم، كيفاش تلوج عليهم، كيفاش تشدهم، كيفاش المانيبيولاسيون نتاعهم، كيفاش ليدونتيفيكاسيون نتاعهم. سي توت اون سيونس، ماهيش جوست غرام برك. معناها ثم دي كلي ديكوتوميك تقراهم، لازمك تعمل الاكستراكسيون نتاع لاباري جينيتال نتاعهم تحت اللوب باش تعرف معناها النوع هذاك كيفاش وشنو اسمه. ولازمك زاده تقرا برشا بيبليوغرافي، تقرا برشا معناها كتب على الانواع هذوما. وتونس من البلدان اللي ما صارتش عليهم خدمه كبيره، مهدين بالانقراض، واليوم ثم برشا تهديدات اللي تسبب في تقليص الاعداد نتاعهم، خاصه هذه هي المشكله الكبيره، انه الاعداد نتاعهم قاعده تنقص، وهذا في الاخر باش يرجع بالضرر علينا. اليوم في تونس نعرفوا تقريبا انه ثم 5000 نوع نتاع كوليوبتير برك، مانيش نحكي على الحشرات اليوم، نحكي كان على الكوليوبتير هذوما ثم قرابه 5000 نوع. ثم انواع اللي في العالم كامل موجوده كان في تونس، والحقيقه توا من 2011 قاعد نخدم عليهم. الكوليكسيون اليوم بعد 14 سنه وصلت تقريبا 30,000 سبيسيمين، اما في معناها 30,000 انديفيدو، اما في الانواع ما وصلتش تقريبا حتى 2000 نوع من اللي نعرفوه موجود في تونس، لانه برشا انواع تقلصت الاعداد نتاعها، وبرشا انواع ما عادش نلقاو فيها بالكميه اللي كانت موجوده قبل. احنا كي نحكيو توا مع برشا عباد يقول لك انا ما عادش نراه في الكوكسينيل مثلا، الكوكسينيل نقصت، الكوكسينيل مازالت موجوده في تونس، مازال ثم معناها اعداد كي تخرج للرياف خاصه تراها ساعات باعداد كبيره، لكن احنا ما عادش نراو فيها في المدن نتاعنا، خاطر الاعداد نتاعها نقصت من التهديدات اللي تهدد في حتى في انواع اخرين كبار. واليوم معناها كي نحكيو على منظومه بيئيه خاصه مناطق الرطبه، ولا نحكيو على الصحراء، ولا نحكيو على جزيره، لازمنا ناخذ اون كونسيديراسيون الانواع الكل. لازمنا نحكيو على الطيور، لازمنا نحكيو على الثدييات، لازمنا نحكيو على الزواحف، لازمنا نحكيو على الحشرات، لازمنا نحكيو على النباتات، لازمنا ناخذ المنظومه البيئيه كلها باش نعرفوا شنو هو الخلل اللي فيها، باش نجموا نحميوها ونجموا نرجعوها فونكسيونيل. الطبيعه كنز، واحنا ساعات نسهاو والا ما نعرفوش قيمه النعمه اللي عنا. مهم برشا ان نحافظوا على التنوع البيولوجي في تونس، هذه مسؤوليه وطنيه وواجب عالمي
على خاطر هالنظم البيئية المتنوعة تساهم في الحفاظ على توازن الكوكب ومستقبل الأجيال الجاية.